اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده ان شاء الله هاخدكم معايا جولة، بس مش في مطبخي، في مطبخ عروسة 2019 زي ما شفتم على عنوان. هي لسه متجوزة كده، ما كملتش 10 ايام. طبعا في الزيارة بتاعتي قلت اول حاجة هعملها اني هاخد جولة في المطبخ بتاعها. ربنا يسعدها يا رب. هو اول ما تخشوا كده زي ما انتوا شايفين الفرن الكهربائي والتلاجة في وشكم. زي ما انتوا شايفين، هو المطبخ صغير جدا بس سبحان الله ربنا مبارك فيه. طبعا ما عندهاش مكان للحاجات اللي انتوا شايفينها دي، اللي هو طقم المعالق وطقم اللي هو السخان بتاع الاكل، او اللي هو الحافظة بتاع الاكل. حطهم فوق التلاجة زي ما شفتم. وادي البوتاجاز اهو في الوش، ده الحجم بتاع المطبخ. هو المطبخ صغير جدا، ما فيهوش مساحة كبيرة ولا حاجة. يا دوبك بس البوتاجاز محطوط، والمطبخ والتلاجة في الوش كده. طبعا برضو الحلل دي ملهاش مكان في المطبخ، فرصتها كده من فوق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. انا طبعا هفتح لكم الظرف زي ما انتوا شايفين كده. وادي كمان الكوبايات اللي احنا شربنا فيها. الحاجة استقعت شطفت واتحطت كده عشان تتصفى، وبعدين بقى هترجع ترصها تاني في المطبخ. كوباية كانت هتقع مني، الحمد لله ربنا ستر. مطبخها صغنن ومحندق بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة كده جميلة. ربنا يسعدها فيه يا رب. ادي الظرف كده من جوه الاشكال اللي موجوده. طقم الشوربه موجود اهو قدامكم، اللي هو المنقط ده التركي، ومجات. ومن فوق كده زي اطباق الجيلي واطباق الايس كريم. هفتح لكم برضو الضرفه التانية، حاطه فيها كوبايات كده والأطقم بتاعه المهلبيه. واللي تحت دي كوبايات ميه والملاحات. وادي الضرفه التالتة الاخيره بقى اللي هي المطبقيه، حاطه فيها الطقم الملامين بتاع العشاء وبتاع الغدا، وكوباية شاي وكوباية مية اهو. يعني هي مستغلية كل ركن فيه. وبرضه طبعا زي ما شفتوا كده في اماكن مش شايله لها حاجة خالص، فمضطرة ان هي تحطها فوق التلاجة فوق المطبخ، من فوق خالص. وادي الحوض اهو. يعني هو ده المطبخ كله. طبعا لون السيراميك جميل جدا، اللون البيش في الكافيه ده مفتح المكان شوية عندها، وحاطة دوستين كده او مشايتين صغيرين على الارض اهو. ولون طبعا المطبخ جميل جدا، اللون الروز الهادي ده. انا بحب اللون ده قوي، ربنا يا رب يفرحها بيه ويسعدها فيه. انا حبيت اعمل لكم جولة بسيطة كده. يا ريت لو حسيتوا ان المطبخ يستحق اللايك ما تنسوش تعملوا له طبعا لايك. هي قالت لي طبعا ان المطبخ عشان صغير مش هيعمل لايكات ومش هيعجب حد. انا عايزه اثبت لك يا اسماء ان المطبخ مش بالكبر ولا بالصغر، وان شاء الله الفيديو ده هياخد لايكات كتير جدا. آه، وادي الظرف اهي من جوه. وده بقى المكان اللي حاطه فيه الحلل بتاعتها. يعني زي ما شفتوا كده هي عروسة لسه، طبعا ممكن تنظم هي بعد كده بقى بطريقتها. ربنا يسعدها فيه يا رب. وانا بقول لها من الفيديو ده الف مبروك يا اسماء. وده طبعا اخر حاجة خلاص كده. شكرا ليكم ولمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.